البرنامج الذي اصدرته جمعية الشؤون التربية والثقافة في إطار فعاليات الدورة الثالثة للأولمبياد الرياضيات التي تنظمها هذه السنة تحت شعار من أجل تشجيع التمييز والتفوق في المؤسسات التعليمية الابتدائية لفائدة تلاميذ المستوى السادس الابتدائي بإقليم فريدة. نظمت أمس الجمعة 10 ماي 2013 على الساعة 10 صباحا بكل المدارس التالية: مدرسة سيدي صالح بأبي الجعد، ومدرسة أسماء بنت أبي بكر بوادي زم، ومدرسة عائشة أم المؤمنين بخريبة. فعالية الدور الأول بمشاركة 100 تلميذ وتلميذة يمثلون 50 مؤسسة تعليمية ابتدائية في الإقليم. وهذا الرقم رغم عدم مشاركة جميع المؤسسات الإقليمية، واللي توصلت كلها بالدعوات من أجل المشاركة وتشجيع التلاميذ على الانخراط في هذه المبادرة التربوية، هذه التظاهرة التربوية الأولى من نوعها في الإقليم. إلا أن هذه المشاركة اللي وصلت 100 تلميذ هذه السنة تعتبرها حافز ومشجع على الاستمرار في تفعيل هذه التظاهرة التربوية، واللي كما هو معلوم أنها تقام على ثلاث أدوار. الدور الأول انتهى أمس، الدور الثاني سيلي يوم 24 ماي، الدور الثالث يوم 9 وهو الدور النهائي الذي سيتوج 10 فائزين ستخصص لهم جمعية الشؤون التربية والثقافة جوائز تشجيعية من أجل تحفيزهم على العطاء وشجعهم على التميز. وهذه التظاهرة كما قلنا ستنظم بدعم من مكتب الشريف الفسطاط وبالتسقيف عن النيابة الإقليمية لوزارة التربية والتعليم.